زين يا أخوان، أسألكم بالله، نتكلم من القلب إلى القلب للرجال والنساء. أكو إنسان على وجه الأرض، رجل أو امرأة، ما أصابته هزة في حياته؟ ماكو واحد ما أصابته هزة. لابد تصيبك هزة، إما بفقد ولد، إما بفقد مال، إما بمرض، إما بفقد عزيز، إما بمشكلة عائلية كبيرة. وإذا هم بعد واحد ما هزت الهزة يعني هذه، لأن بعد عمره شاب، خلي يطمن، يعني ما نريد نخوفهم، لكن يجي يوم من الأيام لابد، هاي طبيعة الدنيا، لابد تصيبك فد هزة. طبعت على هاي الدنيا، أكو بيت شعر عن الدنيا يتكلم، يقول: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأقدار. صحيح؟ فهي ما بها راحة، الدنيا ليست دار راحة، ماكو واحد مرتاح بنسبة 100%. زين، احنا عقب ما عرفنا هذه المعلومة أنه ماكو واحد مرتاح 100%، هنا يصير عندنا شنو؟ يصير عندنا نوعين من الناس. أكو واحد أمام الفتن والهزاهز ينهار فورا ينهار ويجزع ويقوم يتذمر ويسب ويلعن ويصير عنده حالة من الهستيريا وأمراض تصير عنده. وأكو واحد لا، وقورا عند الهزاهز، صامد صابر حكيم، حتى من تنزل عليه المصيبة يتجلد أمام المصيبة. هذه على مسألة المرتاح يا أخوان. أكو طرفة يمكن سامعيها من قبل، بس من باب رسم الابتسامة على الوجوه لا بأس خلينا نقولها. يقول لك كان أكو اثنين قاعدين يسولفون بينهم بين بعض، فواحد منهم قاعد يعطي حكمة، فيلسوف العصر صاير وكلامه صحيح يعني. قال: تصدق، يقول لصاحبه: تصدق هاي الدنيا هذه والله أحلف لك على القرآن. قال له: شنو؟ قال له: ما بيها ولا واحد مرتاح، لا تاجر ولا فقير ولا أمير ولا غني، أبدا أبدا ماكو إنسان بيها مرتاح. قال له: شلون؟ ايش قاعد تحكي؟ قال: أنا أقول لك ماكو إنسان مرتاح على وجه الأرض. هذا الثاني ايش قال له؟ قال له: أنا أتحداك، أكو واحد مرتاح. قال له: شلون؟ قال له: أنا أعرف واحد مرتاح. قال له: دليني عليه، وين هالمرتاح هذا؟ خل نروح نعرف شلون مرتاح. أشوف إحنا المصايب تنزل على راسنا ليل ونهار، هالمرتاح خل نشوف شلون مرتاح، شلون سياسته بالحياة، منهجه بالحياة. قال له: عفو عليك